بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو أول مجلس من مجالس قراءة مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه مختصرا، وقد اختصرته بنفسي، فحذفت الأحاديث المكررة واقتصرت على أكمل رواية، ونبهت على درجة صحة الأحاديث. وقد افتتح الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه مسنده بمسند العشرة المبشرين بالجنة، وأولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الحديث الأول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. إسناده صحيح. وفي رواية حماد بن أسامة عن إسماعيل: إذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. الحديث الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وفي رواية مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة: وإذا حدثني عنه غيري استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إسناده صحيح. الحديث الثالث، وهو حديث الرحل المشهور، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اشترى أبو بكر من عازب سرجا ب13 درهما. فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى منزلي. فقال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه. فقال أبو بكر: خرجنا فأدلجنا فأحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فضربت ببصري هل أرى ظلا نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروة وقلت: اضطجع يا رسول الله. فاضطجع، ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب، فإذا أنا براعي غنم، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار، ومعي إداوة على فمها خرقة، فحلب لي كثبة من اللبن، فصببت على القدح حتى برد أسفله، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ، فقلت:
اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت: هل أنا الرحيل؟ قال: فارتحلنا والقوم يطلبون، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له. فقلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة. قال: قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا، وبكيت. قال: لم تبكي؟ قال: قلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد، ووثب عنها، وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. قال: ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، فرجع إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس، فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء محمد. قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. فلما أصبح غدا حيث أمر. قال البراء بن عازب: أول من كان قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهر، ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في 20 راكبا، فقلنا: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو على أثري. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه. قال البراء: ولم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سورا من المفصل. قال إسرائيل: وكان البراء من الأنصار من بني حارثة. هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. إلى هنا انتهى هذا المجلس الذي قرأنا فيه جزءا من مسند أبي بكر الصديق من مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إلى أن نلتقي في مجلس آخر إن شاء الله تعالى لنتم بقية أحاديث مسند أبي بكر رضي الله عنه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.